مساء الفل. كلام يهمك مع هشام أنس. هم رهيب ما بعدهوش هم، ومن وجهة نظري يجب أن يكون هناك تركيز من المجتمع بأكمله مع الشباب فقد القدوة، وأصبح القدوة عنده حاجة شبه مشوشة، مش عارف قدوته في مين. قدوته في محمد صلاح يلعب كرة، ولا في واحد تاني راجل زي أي حد من الناس المشهورة اللي عملوا بيزنس. أنا ما بعرفش حد على فكرة، أنا عارف حاجة واحدة فقط وبقولها للشباب، أنا عارف حاجة واحدة فقط. وأنا بقول أنا بقول لك أنا ولا حاجة. أنا شخص عادي، إنسان عادي جدا، بس عندي في حاجة واحدة مركز فيها. أنا بعمل إيه؟ اشتغل وبس. من شوية في شاب من فريق التصوير بيقول لي، زمايلي بيقولوا لي انت بتتعامل مع الاخ هشام أنس او كذا، ما تقول له كده ينصحنا بايه؟ اشتغل وركز، اعرف ربنا خلقك ليه. انصحك بايه وبنصح اي حد بايه؟ انصح اللي بيصورني بايه، واللي هيسمعني بايه، واللي ماشي في الطريق بايه، واللي ماشي راكب عربية في ايه. ما تنساش عندك 99 جامعة تخرجك، عندك 99 مرجعية هتريحك نفسيا، عندك 99 مرجعية هتنجحك في حياتك، في دراستك، في عملك، في وزارتك لو انت وزير، في مدرستك لو انت مدير مدرسة، هتريحك بشكل رهيب. 99 مرجعية في ايدينا كلنا، اكتبهم. انا بعمل بيهم وهم سر من اسرار حياتي. أسماء ربنا، أسماء الله الحسنى، أسماء الله خدها على أنها صفات أنت عايز تقتدي بيها وتطبقها في الأرض. يعني تاني وتالت، والنقطة دي مهمة جدا. لما اتكلمت عن البلطجة الفكرية هحطها لكم هنا. البلطجة الفكرية لما أنا أجي وأنا عامل واخد بكل أسباب الاحتياجات بتاعت العمل نفسها، مش هقول النجاح لأن النجاح أنا أساسا بقول كفاح، واخد بكل الأسباب وكل المتطلبات اللي عايزها شغلي، واخد بيها كلها، وأنا جاي وعندي رسالة عايز أقدم لمجتمعي المثل بتاع الأكل. وبعدين أقابل واحد، عشان ليا صديق بيقول لي إن مصر، السوق في مصر غير في الأكل، والمتحديات شرسة والمنافسة شرسة ولازم تستخدم الإخوة اللي اسمهم الفود. على فكرة هم ليهم اسم عندي غير اللي بيقولوه اللي منتهي بحرف الر، هو الفود كذا بردك بينتهي بحرف الر، وبقولها للناس المقربين، بس أنا مش عايز أكون قليل ذوق في الوصف، بس ده وصف حقيقي ليهم. طيب أنا لو مشيت زي المجتمع ما هو ماشي، بيقولك امشي مع التيار، أي تيار. لو مشيت مع زي مجتمع المطاعم ما هو ماشي، أروح أشوف لي ولد بيكذب على المتابعين وما عندوش قيمة، ما يقدرش يقيم، ما حدش يقدر يقيم أكل. طب أنا لو مش عارف أسماء ربنا، نصيحتي تاني، أنا مركز، نصيحتي تاني للشباب، لو أنا مش على يقين بتعامل حقيقي بصدق وفهم مع أسماء ربنا وصفات ربنا وبحاول أعملها في حياتي، أنا كنت همشي مع ده ومع ده وأبقى إمعة مطعم إمعة. كل ما ألاقي واحد يقول لي كذا أمشي معاه، ما تنزل حمص هروح منزل حمص، طب اعمل بص اعمل كذا عشان كذا، حاضر. طب ما بقول لك إيه، ما بتدخلش الكشري ليه؟ دخل الكشري، يا سلام. طب اعمل طعمية، حاضر. مفيش شخصية. إنما أنا عشان عارف أسماء الله الحسنى كويس وبطبقها، ودي نصيحتي للشباب، حطهم عندك. 99 جامعة هتخرجك بطل. لو أنا مش وأنا بتعامل بيها، يعني مثلا في الأزمة الأخرانية مع البلطجة الفكرية بتاعت الناس اللي ما عندهمش هوية ولا محتوى فكري، وبيفرضوا بلطجة فكرية ليس لها قيمة على المجتمع، وبيتهيألوا إنه هو مؤثر، وهو ليس مؤثر. هو مؤثر على حياته في قبره، هيطلع عينك. بتدي أمثلة خادعة للناس، هيطلع عينك تحت. لو أنا بقى مش بتعامل في شغلي
بانه ربنا ده اسمه العليم، فيجب ان اكون عليم في شغلنا كمان. ودايما بقول ايه، اداره المعلومه الغير معلومه. لما تكون عندك حاجه ما انتش عارفها، ازاي تدير نفسك وتخلي نفسك تعرف المعلومه دي من غير اي حد. طب ربنا اسمه العليم. فانت لما تعمل حاجه اعملها بعلم، ابحث. طب انا هقول لكم على حاجه عشان تعرفوا ان صفات ربنا دي كلها واسماء ربنا دي كلها، مع كامل احترامي لكل الاديان الاخرى، وصفات الله هي كلها موجوده عند اي حد فاهم كويس جدا ان عنده اله بيعبده. لو الانسان ساب نفسه على فطرته هيعرف ان الاله بتاعه عليم، هو العليم بالفعل. طب تعمل الحاجه، وانت بتعمل اي حاجه، الاخ اللي بيصور يكون عنده علم بالكاميرا نفسها. هل اللي عنده علم بالكاميرا وتصويرها ازاي ويعمل زوم ازاي ويظبط الصوت ازاي ويعمل دي زي اللي مش عارف يتعامل معاها؟ لا طبعا. يبقى العليم اللي هو الله سبحانه وتعالى عايزك تكون عليم، اجتهد انك تكون عليم في اي حاجه انت بتعملها. الرقيب، هنخش في شغلي انا بقى. الرقيب، لما يكون ربنا اسمه الرقيب، انت كمان خد صفه الرقيب. راقب نفسك، حاسب نفسك. اي حد بيراقب نفسه، مفيش ضابط شرطه هيلاقي عليه تركه، ولا وزير هيلاقي عليه غلطه، ولا مجتمع هينبذه. مستحيل. اللي بيراقب نفسه مستحيل هيعمل غلط. فلما يراقب نفسه وهيحاسب نفسه، هيراقب انا بقدم لمجتمع ايه. انا بقدم اكل، مش هغش الناس، فانا براقب نفسي. مش هديهم كفته غلط، براقب نفسي. هفرم الكفته جوه المطعم لاني براقب نفسي. وبالتالي انا بطبق صفه من صفات ربنا. طب ربنا يعمل لي ايه لو انا طبقت صفه الرقيب؟ طب ربنا اسمه الحفيظ. لو اجتمع الجن والانس عشان يضروك، مستحيل، خارج نطاق النقاش. طب لو انا عارف ان الله سبحانه وتعالى هو الغني، ما تقلقش، روح للغني، ما تتوسلش لحد. لو الاخوه اللي بيعملوا بلطجه فكريه، وتاني الموضوع ده مهم وهدخله في كل حاجه عشان لحد المجتمع ما يخلص منه ان شاء الله، وهنخلص منه، ومش هسيب الموضوع ده. البلطجه الفكريه مش هسيبها، خاصه في الناس اللي عندها فراغ وبيأثروا بشكل سلبي، مش هسيبهم، وهطبقها في كل حاجه، لانه هو له عندي حق ان انصحه. له عندي حق. انت أعن أخاك ظالما أو مظلوما. هو ظالم لنفسه طبعا، بس مش بيظلم في نفسه بس، بيظلم في المجتمع كمان. فأنت الشاب اللي هو مش لاقي الطريقة، عندك 99 اسم اشتغل معاهم، اسمه المعين. تخيل أنت لما ربنا سبحانه وتعالى يكون هو المعين بتاعك، مش الوزير. مش هيعمل لك حاجة، محدش هيقدر يعمل لك حاجة لو انت عندك ايمان حقيقي. ما اقصدش هيعمل لك حاجة يعني هيضرك، لانك انت لو عملت حاجة غلط من حق المجتمع يحاسبك، لان حتى هو ربنا سبحانه وتعالى الحسيب بيحاسب. فانت دلوقتي لما تكون عايز توصل لحاجة، يا ابني يا حبيبي والشباب الصغير، الجأوا لربنا في صفاته واعرفوها. فتعرف ان لما تعرف ان ربنا المعين، بس مش عايز تاخد العون ولا تعين. انت لما حد يسألك حاجة ساعده، لانك انت لازم تكون انت كمان معين. فلو اعنت تعان، لو انت اعنت حد تعان. طب ربنا اسمه المستعان، يعني لما تنسى ان في حد موجود ممكن يعينك، فربنا بردك موجود. يعني في ابعد نقطة في خيالك ان مفيش حد هيساعد، ده مستعان، ما تقلقش، موجود. فنشتغل على 99 صفة ديت، اعرفوها ان هو الرزاق، الكريم، الحفيظ، الستار. يا نهار ابيض على الستار دي. تخيل انك انت بتستر على حد حاجة، عمل حاجة، فاللي بيستر. لما تستر على حد ربنا هيسترك في الآخرة. طب شوفوا اللي بيحصل في المجتمع دلوقتي، بردك في البلطجة الفكرية. لازم الناس أصحاب البلطجة الفكرية يعرفوا إنهم بيفرضوا البلطجة دي، ولازم يقفوا مع نفسهم. اقف مع نفسك يا اللي بتفرض بلطجة فكرية فارغة على المجتمع. تخيلوا بقى لما تيجي إيه، بنقول في صفة الستار وهو الله سبحانه وتعالى. طيب لما تشوف حد عمل حاجة استره،
ايه المشكله؟ ما تستره. هو انت عارفين المقوله بتاعت سيدنا عيسى، من منكم بلا جريمه فليرجمها. كله مسك الحجر. واحده عملت المعصيه بتاعت الزنا فقال من منكم بلا جريمه فليرجمها. امسك ايدك، صباح الفل، استر. طب شوف اللي بيحصل بقى في مجتمعنا ده. الكلمه الطيبه صدقه. يا نهار ابيض على اللي محاصل ده. دلوقتي بقت العكس. كأن الحكمة بتقول الكلمة السيئة صدقة. مشكلة ناس عشان تجري بيتحايل على الرزق، عشان هو ما عندوش إيمان بالرزاق، فصاحب البلطجة الفكرية فبيكذب على الناس ويروح يفتري على مطاعم أو غيره ويقول لك أنا صاحب محتوى. يا كذاب، بتكذب وانت عمال تكتب للناس، تكتب للمطاعم عشان تعمل ومش هيعمل معاك، مش هيعمل. في واحد زي حالاتي مثلا، زي شجرة الدور، انا عارف ان انا لان انا عندي ايمان بالرزاق، انا عندي بقى اطبق صفات ده مع نفسي. الناس اللي بتشتغل معايا على فكرة الحمد لله رب العالمين بديهم حقه الحمد لله. فانا لان انا عارف ان هو رزقه، ربنا اداني وكالة على جزء من رزقه اللي هو في الراتب او خلافه. فانا بجتهد كل الاجتهادات اني اعمل كل اللي اقدر عليه في الموضوع ده بشكل افضل من اي مكان تاني. مثلا ممكن يكون في ناس افضل مني، ولكن انا بحارب على ان انا اقوم بصفة الرزاق ديت. فانت لو صاحب البلطجة الفكرية، لو انت عارف انك لو انت مؤمن بالرزاق فمش هتفتري على الناس عشان حضرتك تاخد كذا. طبعا اقول لكم على حاجة أخيرة نختم بيها، في إنه الناس أصحاب البلطجة الفكرية دول أنا عايزهم يراجعوا نفسهم ويرجعوا لأسماء الله الحسنى ويحاول يطبق الصفات دي. كل ما اجيب حد يشتغل معايا يقول لي لا احنا عايزين نقدم مش عارف ايه ونشتغل بكذا ونعمل تسويق مش عارف ايه ونعمل، بقول لهم انا الموضوع ده اكس عندي نو واي. قال لك ده في واحد ده محترم، ده قبل ما يجيب الاكل بيقعد في العربيه ويجيبوه. يا عمي انت شعرفك تعرف اكل منين؟ يا عمي انت تعرف اكل منين؟ حلوه ايش دي تبعنا احنا. تعرف اكل منين؟ هتقيم اكل ازاي؟ من هذا الذي يستطيع ان يخبر الاخرين هيحب ايه؟ مفيش محدش يقدر يقول انت تحب كذا انك انت بتحب ملح زياده ملح كذا، انما انت مقيم بتاع ايه؟ طيب تصوروا ان في حد قال لي ده في واحد بيعمل حاجه انا كنت بحبه، اللي هو بيقابل ناس ويعمل جوائز ويعمل ويخلي ناس تبكي. ومرات بنقابل ناس بيقابل الحالات دي والواحد فعلا بيبكي. انا عن نفسي شخصيا قلت له ده كويس الراجل ده اعمل حاجه زي كده. وبعدين يتصل عليه يقول له انا عايز يتعاقد اهو. بقول له بس بسرعه لازم تتعاقدوا معايا خلال مش عارف ايه عشان انا رايح امريكا. ايه عايز ايه؟ الحلقه ب 500,000. انا مش عارف الدوله سايبه الناس دي ليه؟ انت سايبينه بيبلطجوا على الناس ليه؟ بيبلطج، ده بلطجي ما عندوش حاجه بيضيفها للمجتمع. يدي الواحد 10,000 جنيه وهو ياخد 500,000 جنيه في الحلقه. حبايبي الشباب صغيرين، بنصحك بانك انت تلجأ لاسماء الله الحسنى. حطها، اي حد بيسمعني حطها كده وطبقها على مستواك الشخصي وشوف هيحصل فيك ايه. فيها سر رهيب، لان هي فيها خلافة ربنا في الارض، خلافة الوكيل، خلافة الحسيب، الرحمن الرحيم، الرزاق الكريم، الستار، الغفور، الغفار، القهار، الحسيب، الودود. شكرا.